دي كاتب صحفي، بقول لكم مبروك، كل سنه وانتم جميل، هيتقرب وان شاء الله ولاد رزق ثلاثه يكسر الدنيا. مبروك الفيلم. السؤال الاولاني والسؤال الثاني معلش انا استاذنك في السؤال. اول حاجه يعني طبعا عارفين ان في ان السعوديه طبعا من الدول اللي هي التزام ديني شديد وده معروف جدا. وجود بعض الجمل الجريئه في الفيلم ده ما كانش فيه تحفظ او خوف شويه. لا هو حضرتك معانا؟ انا معاك. هو برضه ارجع اقول لحضرتك، هو الغرض عمر ما كان الغرض ان احنا نقدم عشان احنا في بلد ضيف ان احنا نقدم بشكل مختلف عن ما احنا بنقدم حاله للفيلم. احنا بنقدم الفيلم ده، بنقدم عالم ولاد رزق. ولو بصيت للجزء الاولاني ولو بصيت للجزء الثاني هتلاقي ان هو نفس العالم اللي موجود في الجزء الثاني. فارجو ان احنا نبتعد عن حته التعصب دي، لان ده مش في بالنا خالص. احنا عايزين كل الغرض من ولاد رزق بالكلام اللي بيتقال بالتهريج اللي بيحصل، هو الغرض هو كله ان احنا نبقى في الفريم اللي موجود في الشارع، بنسمعه في الشارع، وان احنا نقدمه بشكل شيك، ما نقدموش بشكل فيه فجاجه.